لو نازله باب الشعريه لازم تبصي على فرشه عبود اللي عدت الحدود. ازيكم عاملين ايه؟ فرشه عبود دي يا جماعه انا كنت جبتها قبل كده، وهو بيبيع اي حاجه موجوده على الفرشه ب100 جنيه. بيفرشوا بعد العصر. تمام، اي حاجه هتشوفوها قدامكم دلوقتي ب100 جنيه. شباشب بقى المره دي لقيته منزل شباشب، وطبعا الشنط بتاعته المعروفه. على فكرة البنات عندي جابوا اكتر من شنطة من عنده وفي منتهى الجمال وحلوين قوي. الفكرة ان الشنط دي يا جماعة بتبقى بواقي المحلات الكبيرة، وساعات بتبقى بواقي تصدير، وساعات بيجي له حاجات لقط. يعني مثلا وانا واقفة عنده المرة دي شفت عنده شنطة كروس لونها تحفة وشكلها حلو قوي، وكان منها قطعة واحدة بس. فده الفكرة اللي في فرشة عبود يا جماعة. طبعا بينزل الشغل كل يوم بعد العصر، وما شاء الله بقى معروف قوي، وبيروحوا له ناس كتير قوي من عندي. الشنط هتلاقوا ماتريالها حلوه قوي وخامتها كويسه جدا، وتستاهل اكتر من 100 جنيه. بس هو موحد السعر 100 جنيه، اي شنطه ب100 جنيه، اي شبشب ب100 جنيه. هتلاقي عنده اشكال حلوه قوي قوي يعني. وحظكم بقى لو لقيتوا القطعه اللي انتوا هتعجبكم، اللون برضو اللي يعجبكم ده بتبقى حظ بقى، لانه بتبقى مثلا من كل لون مثلا في 3-4 الوان، بس في لون واحد بس، لان دي معظمها بتبقى بواقي محلات الكبيره وبواقي تصدير. في ناس قالت لي يا سوسو لو فيها ديفوهات او كده، لا يا جماعه الشنط حلوه ما فيهاش ديفوهات اطلاقا. كل الفكره ان هي بواقي تصدير، وبيبقى الالوان المتوفره والمتبقيه بس. فاهمين؟ يعني الحاجات دي تنفع والله للمدارس، يعني لو حضانه ولا حاجه حلوه قوي ب100 جنيه في منتهى الجمال. وممكن برضو تعيدي عليها خياطه ولا حاجه تبقى امتن واحلى كمان. ده لو الناس مثلا عايزه تجيب حاجه حنينه وكده. الشباشب برضو عنده كانت حلوه وخامتها كويسه جدا. والشباشب دي حاجه جديده هو حطها بقى دي الفتره اللي فاتت دي جميله برضو، هتلاقوها ب100 جنيه. اي حاجه من دول ب100 جنيه، كلها فيها حاجات طالعه ترند وجميله جدا ان شاء الله تعجبكم. وكمان ما تنسوش وانتوا بباب الشعريه، الناس بقى اللي كانت سألتني على بص هو قدام فوزي، ماشي؟ فوزي دوت اللي هو على ناصية الميدان، ما يتوهش ابدا. اول ما تطلعوا من محطة باب الشعرية هتمشوا حبة صغيرين قوي قوي، هتبقوا على ناصية الميدان. والعلامة اللي هو المحل بتاع فوزي الموان ده، هو الولد اللي واقف اللي لابس الكاب ده. تمام. ناس كانت بقى سألتني، الناس اللي بتعزل او عايزة حاجات التغليف، المحل اللي قبليه دوت انا جبت مثلا من عنده اعزكم الله اقياس القمامه، جبت الكيلو ب60 جنيه تحفه، جربتها اوريها لكم دلوقتي. ورق الفويل دي 60 متر ب100 جنيه، دي تكفيكي مده طويله جدا، دي بياخدوها الشيفات وكده. ولو انت عايزه مثلا تعزلي او كده، عندهم الكرتون اللي بيتلف حوالين الحاجه وبيغلفها، البابلز ده ب180 جنيه. عندهم كل انواع الاكياس اللي هي بالكلابس اللي بتتقفل، سالته عليها. ال100 كيس جبت لكم سعره دلوقتي او مقاسه، ال100 كيس ب125 جنيه. جبت من عندهم زي ما قلت لكم كيلو اكياس القمامه. انا ماسكاها دي طلعت كويسه جدا على فكره، جربتها وفتحتها، المقاس حلو قوي بتاعها ودرجه اولى، لان انا كنت جبت قبل كده وما كانتش عجبتني، بس المره دي حلوه قوي. وجبت منهم الشمع برضو عشان هعمل لكم شويه حاجات كده جامده الفتره اللي جايه. فجبت كيلو شمع ب100 جنيه برضو، كان كويس جدا، اللي هو الدرجه الاولى، الماركه دي انا عارفاها. وهتلاقوا بقى عندهم زي ما انتم شايفين كده اللزق وكل الحاجات اللي تخص التغليف موجوده عندهم. والاكياس العاديه ب80 جنيه، اي مقاس في دول ب80 جنيه. لكن الاكياس بقى اللي هي بتتقفل من فوق سالت لكم عليها، الاكياس ديت حسب المقاس. فانا سالت على المقاس، هوريه لكم دلوقتي. مسكته كده في ايدي المقاس الوسط اللي ممكن تكونوا كلكم يعني تحتاجوه، اللي هو المقاس الوسط. قال لي قولي لي حسب المقاس يعني. فهوريكم المقاس اللي انا سالت عليه دلوقتي. لقيت ال100 واحده فيها ب125 جنيه. دي طبعا بتتباع غاليه جدا بره. فقولوا لي برضو انتوا في التعليقات ايه رايكم في الاسعار دي، اسعار جمله واسعار مناسبه ليكم وحلوه ولا ايه؟
هو ده المقاس اللي انا مسكته، يعتبر مقاس وسط، 25 في 30. لقيته ب100 واحدة ب125 جنيه. المحل اسمه العمري، ولو حابين اسيب لكم رقم تليفونهم وكده وعنوانهم قولي لي في التعليقات وانا اكتبها لكم. تعالوا بقى بما اننا نزلنا وانا ما بصدق انزل تحت اخدكم ونطلع على باب الخلق. باب الخلق تقدري مفيش يعني شارع بورسعيد اللي انا كنت على نصيته دوت، لو انا بصور الشنط بتركبي اي حاجة رايحة باب الخلق، تمام. ولازم بقى كنت اروح المشوار ده يا جماعة. بصوا مشتاقة قوي ان اروح المشوار بتاع باب الخلق دوت، رغم لان بقى لي فترة طبعا اخواتي اللي متابعيني تعبانة بظهري ورجليا وكده، بس كان نفسي قوي 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 اروح عند عم سليمان اللي هو النهر الخالد يا جماعة، اللي ورا مديرية الامن وقدام حراز. عم سليمان او النهر الخالد الحاج سليمان. وكنت عايزة اجيب يا جماعة فسيخ ورنجة. تقولوا لي الضغط بقى، مش ضغط ماليش فيه، اهم حاجة ان انا لما بروح هناك لازم اعدي على الحاج سليمان، على طبعا اولاده اللي ماسكين دلوقتي الجيل الثالث، الحاج اشرف ربنا يا رب يديله الصحة والعافية، والحاج عادل ربنا يديلهم الصحة والعافية. ببقى عايزة اعدي اسلم عليهم، الناس الطيبة كده اللي بيفكرونا بايام زمان والحلاوة بتاعت زمان والجمال بتاع زمان. ده شكل المحل دلوقتي. هم دلوقتي قاعدين في المحل اللي بره، عندهم محل تاني جوه في الحارة، هم قاعدين في المحل اللي بره. ودخلت بقى جبت قلت له بقى ازيكم عاملين ايه. بص بحبهم قوي، حسوا كده بيفكروني بريحة مصر كده، بالريحة بتاعت مصر الجميلة. وإلا بقى اما يلفلي الفسيخ في الورقة اللي هي البني دي، بحس ان انا رجعت 100 سنة لورا، ايام ما كانوا بيلفوا ورقة اللحمة. فاكرين؟ لسه زي ما هم بيخللوا في البراميل الخشب، لسه زي ما هم بيعملوا الفسيخ بالطريقة التقليدية الجميلة الحلوة. ناس طبعا بقى لهم 150 سنة يا جماعة ما شاء الله. يعني طبعا جبت من عنده رنجة، جبت من عنده فسيخ بتاعه دلع وجميل، لا يعلي ضغط ولا بتاع والله العظيم، وانا مريض الضغط عشان كده ما بجيبش غير منه. جميل يا بنات، لا يعلي ضغط ولا بتاع. جبت من عنده فسيخ وجبت من عنده رنجة عنده الرنجة المبطرخة ب200 جنيه، الرنجة اللي هي بالبطروخ الناعم جبت برضو 3 عشان عندي بنتي بتحبها ب170 جنيه، والفسيخ ب450 جنيه الجامبو الكبير، والوسط زي اللي انا جبته ده ب420 جنيه. تمام. وما شاء الله يعني ناس، هو غني عن التعريف اصلا، يعني مش محتاج اعلان والله. ده انا بصور محبة، يعني انا كل ما بروح اصور له مثلا او اقول له اجيب منه اقول له خلينا اصور والنبي، ببقى سعيدة وانا بصور المحل وسعيدة وانا بصورهم والله العظيم. بحس بسعادة كده اما بيلف لي الفسيخ في الورقة دي والله بحب. ليه بطلنا نستخدم الورق في التغليف مع انه صحي جدا عن الاكياس البلاستيك؟ فربنا يبارك لهم ويديهم الصحة بجد. كنت مبسوطة جدا لما يعني قدرت انزل واشتري منهم، وكنت مشتاقة جدا للفسيخ والرنجة بتاعتهم. يا اختي ما تحرميش نفسك من حاجة، محدش واخد منها حاجة. انا بصوا الا الاكل ده لما يكون نفسي في حاجة بص امشي لها مشوار ممكن تجيبوا منهم عن طريق مرسول او عن طريق طلبات. بحب عم اشرف ده قوي، راجل سمح قوي. وممكن تطلبوهم عن طريق مرسول او عن طريق طلبات، وهسيب لكم برضو رقمهم، بس هم ما عندهمش خدمة توصيل هم، يعني انتوا تطلبوا عن طريق مرسول او عن طريق طلبات. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. واكتبوا لي تعليقات حلوة زي قلوبكم الجميلة. والناس اللي لسه ما اشتركتش تشترك لو سمحت في القناة الجديدة عشان هيبقى فيها فيديوهات حلوة زي ما عودتكم. وادعوا لي كده ربنا يقويني واعمل لكم فيديوهات حلوة بأمر الله. بحبكم في الله يا اخوات في الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.